رحلة الحصول على الدكتوراه عمرها ما بتبقى رحلة سهلة خالص. لكن المشكلة ان في ناس بتتصور ان في يوم وليلة بيشوفوا واحد بيناقش رسالة دكتوراه فبيفتكروا ان الموضوع سهل وان الموضوع ممكن يعدي ببساطة، وبيبتدي بقى الكلام اللي هو انا لو كنت حاطط الموضوع في بالي كنت عملته وكل الكلام ده. فهل الموضوع بالسهولة دي، ولا احنا محتاجين نحكي للناس شوية قصص كده من بعض الحاجات اللي احنا شفناها علشان نوصل للرسالة دي؟ احكي لنا عن تجربتك في التعليقات، وما تنساش تعمل سبسكرايب، ويلا بينا نبدأ الحلقة. ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ رحلة الحصول على الدكتوراه، طبعا لو احنا اتكلمنا في فيديو واحد وحاولنا نلخص اكتر او اهم الاحداث اللي مرت عليا في خلال هذه الرحلة، ممكن يكون الفيديو يعني ايه، ظالم شوية، لان في احداث كتيرة ممكن ما تتحكيش في فيديوهات، ممكن يبقى عايزة وصف اكتر وتفاصيل اللي هي بقى التفاصيل الخاصة بتاعت كل واحد وتجربته الخاصة. ولكن انا مش حابب ان انا اتكلم في التجارب الخاصه دي، لان ممكن تكون الناس مش مهتميه بيها الان، الا بقى لو الناس عايزه تسال في حاجه معينه ممكن اجاوبك عليها. ولكن انا هكلمكم على التجربه العامه. التجربه العامه كانت عامله ازاي؟ اولا انا زي ما سبق وذكرت في احد الفيديوهات القديمه ان انا خريج احد الكليات اللي هي العمليه، يعني مش كليات نظريه. فالكليات العمليه نظامها ممكن يكون صعب ومختلف شويه. خلينا برضو بقى ايه، نقول كده بالتفاصيل ايه النظام المختلف. وده النظام المختلف ان انت ايا كان التقدير بتاعك، يعني انت واخد جيد، واخد جيد جدا، واخد امتياز، انت متعين في الكلية. وده موضوع لوحده عايز حلقة خاصة، موضوع التعيينات في الكليات اللي هي الحكومية، في الكليات العملية. ايا كان بقى انت اي واحد من دول، فانت لازم تخش التمهيدي بتاع الماجستير. طبعا انا جاي اتكلم على الدكتوراه، هتقول انت هتبدا الرحله من الماجستير. بنبدا الرحله من الماجستير، لان انت بتاخد سنه كامله تمهيدي بتاع الماجستير. لو انت جاي من دولة عربية السنة دي بتبقى اكتر، لان انت بتبقى محتاج تعمل حاجة شبيهة بالمعادلة، ان انت بتدرس في جامعة تانية وكده، فبتاخد حاجات عشان يعني ايه اللي انت ما درستهاش في الجامعات التانية، وبتعمل معادلة وبعدين بتخش التمهيدي بتاع الماجستير ده. تمهيد الماجستير هو دراسة زيه زي الكليات العادية خالص، ان انت بتحضر حضور وغياب وتسليم مشروعات وامتحانات وكل حاجة، سنة كاملة. المواد بقى برضو خلينا نتكلم ان انا يعني يعتبر قديم شويه، احنا بنتكلم في حاجات بقى لها 10 15 سنه، فالكلام ده ممكن يكون اتغير. ولكن اختيار المواد نفسه بيبقى ما كانش يعني زي دلوقتي كده. يعني احنا الكليات اللي بنشوفها حاليا الطالب بيختار المواد وبيختار مواعيدها وبيختار ساعات الاساتذه اللي هيدرسوها. كل الكلام ده طبعا ما كانش ايامنا خالص. ما اعرفش بقى مستمر لحد دلوقتي ولا طوروه، ولكن انا عارف ان في حاجات كتيره اتطورت وبقى الموضوع يعني فليكسيبل شويه، ومعتمد على موضوع الساعات المعتمده وكل الكلام ده. فلما بتيجي تتكلم بقى على ان انت بتتساوى كل الرؤوس، يعني انت واخد جيد، مقبول، امتياز، متعين في الكلية، ايا كان انت مين، هتخش السنة التمهيدية وهتخش دراسة انت تبقى معيد في الكلية بتدرس للطلاب، وفي نفس الوقت انت طالع تجري عشان تسلم مشروع او تحضر محاضرة او تحضر امتحان. فيعني حاجة غريبة جدا. ولكن نكمل عشان بس احنا بنحكي للناس عشان يعرفوا التجربة كانت ماشية ازاي. نخلص من تمهيد الماجستير، تخش بقى في موضوع ان انت بقى عايز تختار بقى الموضوع بتاع الرسالة، وان انت تتكلم مع الدكاترة. مش لازم تتكلم مع دكتور واحد، تتكلم مع كذا دكتور. وخلينا نتكلم بقى، ودي نقطة مهمة قوي في الكليات العملية، ان انت بتوري مثلا العمل بتاعك لدكتور معين يقول لك كويس جدا، تروح لدكتور تاني يقول لك سيء جدا. فتخيل بقى انت بتختار موضوع الرسالة، وانت اصلا عايز تختار موضوع رسالة ما تذكرش قبل كده، ما اتعملش قبل كده. فتيجي تروح تكلم دكتور يقول لك ماشي معاك ومش عارف ايه. دكاتره يعني ايه، تديك اللي هو لا والله الموضوع ده مش عملي قوي، مش هتلاقي له مراجع كويسه، مش هتلاقي له مصادر، فيبتدي يقفل لك الموضوع شويه. وانت تبتدي بقى ترجع لنقطه الصفر، ان انت عايز تدور على موضوع ما حدش اتناوله قبل كده، وفي نفس الوقت يعجب الدكاتره، بحيث ان انت عايز حد مشرف معاك وكده. طبعا يا جماعه ارجع واقول بس ملحوظه صغيره، ان احنا بنتكلم ده على السيستم اللي هو القديم، لان في ناس طبعا من اللي هي بتاخد ماجستير دلوقتي بسمع ان هما بيخشوا السنتين
بيبقى خلص الرسالة، عمل مشروع التخرج وكتب البحث وهو كده خد الماجستير. احنا ما كناش شغالين بالنظام ده. انا الماجستير بتاعي اخد 6 سنين، انا خريج 2009 واخد الماجستير في 2015، 6 سنين. تمام. فطبعا 6 سنين دول الناس تستغرب، انت بتعمل ايه في ال6 سنين دول؟ ما في سنة كاملة كانت على موضوع الرسالة، الموضوع بس. وتيجي تكتب موضوع رسالة لازم تاخد عليه موافقة ان هو ما اتذكرش في ابحاث قبل كده، يعني الموضوع ده مش مكرر. فبالتالي بتروح بقى للمكتبات المركزية وتاخد موافقة ان الموضوع ده لم يذكر قبل كده. خلصنا واخترت الموضوع والموضوع ما اتذكرش قبل كده، بتخش بقى عملية السيمينار. والسيمينار ده مناقشة صغيرة كده شبه المناقشة النهائية، ولكن مناقشة ان هم يشوفوك اصلا ان انت مستوعب وملم بالموضوع اللي انت عايز تناقشه ده وعايز تعمل عليه بحث، ولا اصلا الموضوع مهتز بالنسبة لك. وخلينا نكون صادقين بقى، مش هنقول يعني فكرة اللي هو يعني ايه كل حاجة سلبية. فكرة ان انت لو دخلت السيمينار فبنسبة 80% الموضوع مقبول، ولكن هم بيناقشوك عشان يتأكدوا من إلمامك بالموضوع. ولكن ده لا يمنع ان في نسبة 20% احتمال كبير جدا ان يتعدل موضوعك. فانت مثلا يلاقوا مثلا في المناقشة ان الموضوع ده متشابه مع موضوع تاني، او الابحاث او المصادر او كل الكلام ده مش كافية، فيبتدوا يوجهوك ان انت تركز على حاجة معينة في البحث بتاعك. فمعنى بقى تركيزك على حاجة معينة في البحث بتاعك ده معناه ايه؟ تخيلوا معناه ايه؟ معناه ان انت رجعت لنقطة الصفر. لان ممكن يقولك على ان انت تركز على حاجة معينة، تيجي تروح للمكتبة المركزية يقولك لا الموضوع ده متاخد، فبالتالي انت محتاج ترجع تاني تركز على حاجة ما اتاخدتش قبل كده. شايفين يا جماعة؟ احنا لسه بنتكلم في انت لسه بتختار الموضوع، احنا لسه ما دخلناش في الموضوع نفسه. ربنا كرمك واخترت الموضوع ولقيته مش مكرر، ودخلت بقى في مرحلة ان انت تكتب الرسالة. طبعا ابسط حاجة ان انت بتروح تشوف الرسائل اللي اتكتبت قبل كده، تشوف الرسائل دي الكتابة بتاعتها المنهج بتاعها ماشي ازاي، وتبتدي تطبق الكلام ده على البحث بتاعك. ودي اسهل طريقة. طبيعي في الحاجات العملية برضو اللي احنا بنتعلمها ان انت بتشوف الناس اشتغلت ازاي وبتطبق زيهم. ولكن فهمك اصلا للرسالة دي، لان الرسالة دي الرسائل يعني اللي انت بتستعين بيها مختلفة في معنى ايه؟ اولا ده بيتكلم في موضوع، ده بيتكلم في موضوع، ده عمل المقدمة في 20 صفحة، ده عمل المقدمة في 3 صفحات. فانت مش فاهم اصلا الاساس اللي هم ارتكزوا عليه كان ايه. انت مجرد بس شايف مقدمة، شايف مشكلة البحث، شايف اهمية البحث، شايف الحدود الزمنية والمكانية، كل الكلام ده. لكن برضو انت كواحد لسه خريج جديد ما عملتش بحث بالطريقة دي، انا بتكلم على الناس اللي هي بالسيستم القديم، الموضوع بالنسبة لك بيبقى غريب، محتاج ان انت تستكشفه بنفسك. والكليات بتبقى معتمدة ان انت تستكشفه بنفسك عشان تهضمه وتعرف كل حاجة فيه. تبتدي بقى تكتب الابحاث، تكتب البحث، تكتب الابواب بقى، الباب الاول، الباب الاخير، كل الابواب ده، تجربة الباحث بما ان احنا جزء عملي، كل الكلام ده. تبتدي بقى تخش مع المشرف بقى مناقشات، يقول لك عدل ده، صلح ده، الموضوع ده مش عارف ايه. ده لو المشرف يعني ايه عنده امكانية وعنده سعة صدر ان هو يسمع ويتناقش معاك. لان في مشرفين كتيرة ودول هتلاقوهم طبعا موضوع منتشر، ان هو بياخد منك البحث ويقول لك هقراه ويقعد معاه بال3 وال4 شهور. تيجوا تتكلموا على 6 سنين انت بتعمل فيها ايه؟ مش دايما، انا مش بتهم يعني الاساتذه وكده، يعني في ناس كتيره متعاونين، ولكن ده شيء طبيعي. لان الدكتور ده معاه جدول، بيدي محاضرات، عنده حياته الخاصه، عنده ناس كتير غيرك مثلا ممكن يكون بيشرف على كذا رساله. فيكون ان هو يبتدي يشوف الرساله دي ويبتدي يراجعها ويبتدي يتاكد. وخلي بالك ان الدكتور او الاستاذ اللي بيبقى مشرف معاك مسؤول على كل كلمه بيقولها وكل كلمه ما بيقولهاش. فبالتالي هو لما يجي يقول لك بقى خلاص، يقول لك اعتمد حاجه معينه، هو مسؤول يعني. عشان لو الكلام ده طلع غلط فانت هترجع تقول له انت اللي قلت لي. فبيبقى محطوط تحت عده حاجات بيخلوه يعني مضطر ان هو عايز يعني ايه يبقى واثق قوي من كلامه. في نفس الوقت بيبقى معتمد على انت لسه واحد خريج جديد، لسه واخد سنة تمهيد الماجستير اللي احنا بنقول دي بتمهدك بس بتعرف اساس البحث العلمي، بتاخد لغة انجليزية ايا كان بقى المواد اللي انت بتدرسها وكليتك. فلسه انت مش متعود على الكلام ده. فبالتالي بيبقى في حالة تأسيس جديدة انت تكتب البحث ازاي، تستنتج الكلام ازاي، كل الكلام ده. طيب كتبت البحث وكل حاجة، انت طبعا بيبقى ليك مدة زمنية اللي هي فكرة
الفترة المتاحة ليك. يعني اساسا القانون على ايامي برضو يا جماعة، والكلام ده ممكن يكون اتعدل ولا ما اتعدلش، كل الكلام ده اكتبوه في التعليقات. ولكن انا القانون كان عندي بالورق اللي موجود معايا ان ما كانش في حد ينفع يناقش الرسالة قبل سنتين من تسجيلها. يعني انت سجلتها السنة دي مثلا في مارس 2026، ما ينفعش تناقش قبل مارس 2028، ده قانونا. يعني مش انت جهزتها بقى في شهر في شهرين، الكلام ده لازم مش اقل من سنتين. طبعا الناس بتنظر لسنتين، ده يقول لك سنتين ده انا اكون خلصت فيها الرسالة وخلصت فيها البحث وكل الكلام ده. ولكن الكلام ده في ارض الواقع ما بيبقاش منطقي، لان انت اكيد واحد بتشتغل، فانت بتتكلم بقى على انشغال الدكتور اللي هو معاه كام رساله ومعاه مواده ومعاه الحاجات اللي انت كتبتها وبتديها له، وفي نفس الوقت انشغالك انت كواحد بقى موظف او واحد بيشتغل في مكان بره قطاع خاص، فعدد الاجازات، عدد اصلا ساعات العمل اللي انت بتشتغلها، بتخلص قد ايه، وبعد ما بتخلص قدامك مشوار بقى تروح البيت، هل لسه بيبقى عندك ذهن صافي ان انت تدور وتكتب بحث وتلخص حاجات وكل الكلام ده ولا لا؟ فعشان كده بيجي فترة اللي هي الايه السنتين دول ما بتبقاش مدة كافية خالص زي ما الناس بتبقى متوقعة. طيب انت كنت واحد شاطر وقدرت ان انت توفق ما بين شغلك وما بين الكلية وما بين المتابعة مع الاساتذة المشرفين، وقدرت ان انت تخلص الرسالة في خلال مثلا سنة بالمنطق، وجاوبني في التعليقات، هل تتوقع ان انت مفروض ما تناقيش قبل سنتين؟ فلو انت خلصت الرسالة كاملة في خلال سنة، هل تتوقع ان الاستاذ بتاعك هيقول لك خلاص السنة التانية دي ريح فيها، مش عايزين نشوف فيها بعض، ونتقابل بعد سنة لما يبقى مسموح لك قانونيا ان انت تقدم طلب على تشكيل لجنة المناقشة، ونبتدي بقى نمشي في الاجراءات التانية؟ يعني انت كده خلصت رسالتك، في سنة كده ريست، ونتقابل لما يبقى قانونيا ميعادك عشان تبتدي تشكل اللجنة بقى وتمشي في الاجراءات التانية. هل ده بالمنطق هيحصل؟ اكيد طبعا استحالة. لو انت خلصت رسالتك في خلال السنة، فالدكتور بيبقى شايف ان انت لسه قدامك سنة كده كده مش هتناقش فيها، يعني انت مش هتناقش قبل سنة كمان، فبالتالي بيستغل الوقت ده، بيبتدي اللي هو يعني نطور شوية في الرسالة. وانت بتتكلم في عصر بقى تكنولوجيا والدنيا بتتقدم، يعني في خلال السنة الزيادة دي مفيش مصادر جديدة هتظهر، مفيش حاجات جديدة ممكن تضيفها للبحث بتاعك، فليه انت تتكلم على بحث خلصان مثلا من 2027 لما انت هتقدمه في 28؟ يعني في سنة جاب كده ما بين الاتنين. فطبيعي ان بحثك يكون موافق التطور، يعني لو في حاجة ظهرت في اوائل سنة 28 لازم انت كمان تضيفها في البحث. فدي نقطة من النقط المهمة قوي، ان انت مهما كان ومهما عملت وخلصت الرسالة بشكل كامل قبل نهاية المدة اللي هي السنتين اللي انت ما ينفعش تناقش قبلهم، فلازم بتقعد السنتين دول تخلص فيهم حاجات ما بيتاحش ليك فرصة ان انت يعني ايه ترتاح فيهم او تبقى خلصت الحاجات وانجزتها، ومستني بس السنتين تعدي عشان تبتدي تطلب يتشكل لك لجنة مناقشة وكده. طيب مش دي الفخ بقى، ومشكلة في اللي جاي بعد كده. ايه يا ترى اللي جاي بعد كده واللي منتظر؟ الواقع ان القانون بيقول لك انت ما ينفعش تناقش قبل سنتين، كويس، عرفنا خلاص من الاول. ولكن القانون كذلك بيسمح لك، بيديك فرصة مهلة ان انت لو ما لحقتش تخلص الرسالة دي في خلال سنتين، طب تعمل ايه؟ بيديك فترة سماح. طب فترة السماح دي بتوصل لايه؟ فترة السماح بتوصل ل5 سنين. يعني انت ما ينفعش تناقش قبل سنتين، وما ينفعش تناقش بعد 5 سنين. لو انت عديت الخمس سنين دول يبقى انت كده دخلت في فترة اللي هو خلاص البحث ادم وقتل بحثا، وتبتدي بقى تعمل الخطوات اللي احنا قلناها من الاول، ان انت تدور على بحث جديد وتخش سيمينار وكل الكلام ده. فلازم انت تستنى سنتين وتخلص قبل ال5 سنين. تمام؟ فين الفخ في الموضوع برضو؟ الفخ ان انا بنفس المنطق اللي انا قلته لك قبل كده، لما الدكتور شافك ان انت خلصت البحث في خلال سنة ولكن انت رسميا مش هتناقش قبل سنتين، هل تتوقع لما هو شايف لك ان انت لسه ليك 3 سنين سماح، هل تتوقع ان هو هيخلصها في اول بعد نهاية السنتين على طول، ولا هلاقي ان انت لسه ليك 3 سنوات سماح؟ طب ما نستغلهم، انت قانونا رسالتك لسه شغالة، محدش يقدر يلغيها لك، انت شغال وكل حاجة، طب ليه ما نستغلش ال3 سنين دول؟ فبتتفاجئ ان انت بعد السنتين لا احنا لسه محتاجين تطويل، لسه محتاجين حاجات، ويقول لك انت قلقان من ايه؟ الرساله مش هتتلغي، انت لسه قدامك 3 سنين كمان، يعني فوق اللي انت قعدت استنيته مره ونص، فانت مستعجل على ايه؟ فبالتالي بقى بتخش في موضوع ان انت بقى وحظك، وعلى حسب تعاون الدكتور، وعلى حسب الكليه وكل حاجه.
انت مثلا ممكن تناقش بعد 2.5 سنين، ممكن تناقش بعد 3 سنين، ممكن تناقش بعد 4، ممكن تناقش في اخر السنة 5. طيب انا ناقشت في اخر السنة 6، ليه حاجة زي دي بتحصل؟ دي بقى بتبقى اجراءات، يعني انت خلاص خلصت كل حاجتك في اخر ال5 سنين بالظبط وتمام، وابتديت تقدم، ولكن بقى الاجراءات، لان الموضوع لازم ياخد موافقه من مجلس القسم، وبعدين مجلس الكليه، ومجلس الكليه يوديه مجلس الجامعه. واحنا مثلا في كليتك مش في نفس الجامعه، يعني الكليه في مكان والجامعه في مكان تاني، فالحاجات بتروح بقى بالبريد او واحد عامل بياخدها يوديها، يعني السيستم القديم، فبياخد فتره. فالفترة دي انت مش ذنبك، الفترة دي بقى خدت شهر شهرين كده. المهم انت سجلت او قدمت امتى؟ قدمت في خلال ال5 سنين سماح بتوعك. الفترة دي بقى عقبال كذلك ما ناقشت، وعقبال مثلا اتعمل لك السيمينار التاني بقى اللي هو قبل المناقشة، وابتديت بقى تشكل اللجنة، وابتديت تدي النسخ للأساتذة. انت بتبتدي بقى تطبع وكل حاجه وتودي النسخ للاساتذه، والاساتذه بقى بيحددوا لك الميعاد. فدكتور مثلا في كليه فلانيه خارج بقى، المناقش الخارجي ده مش فاضي غير في الميعاد المعين، الدكتور التاني عنده ميعاد تاني، فبتبتدي بقى توفق المواعيد، وكذلك على مواعيد القاعات، وتبتدي تظبط كل الكلام ده. فممكن انت كده تخش في السنه السادسه. فموضوع بس ان الدكاتره اللي هم المناقشين بيقروا الحاجات، وتوفيق بقى الموضوع ان انت عايز تحدد الميعاد امتى. فده مش ذنبك، انت خلاص كنت مخلص كل حاجه، ولكن الاجراءات بقى التانيه دي، فممكن ده كمان يخش في فتره. فانا لما بتكلم على انا خريج 2009 وناقشت في 2025، ناقشت في شهر مارس برضه 2025، فكل الكلام ده هو بقى اللي بيعطل الحاجات دي. وطبعا مرحله اللي هي بقى المناقشه نفسها، طبعا رسميا او قدام الناس بيتقال ان خلاص طالما انت وصلت لمرحله ان انت المناقشه، دخلت المناقشه جهزتها وعملت المناقشه، فانت كده خدت الرساله. ولكن في الواقع ده نظريا او الناس معتاد عليه، ولكن ده عمليا مش هو الحقيقه. لان انت ممكن تخش المناقشه، وفي حالات كتيرة موثقة ان ممكن في المناقشة نفسهم ما يقبلوش الرسالة، ده بيحصل على فكرة. ولكن ده نادرا قوي، لان الناس بتقدر مجهودك وان انت عديت بكل الكلام ده. احنا بنتكلم في واحد بقاله 5 سنين وقاعد شغال في الحاجات دي، وخد التمهيدي وعمل الرسالة وطبعها واداها للدكاترة، ما بيوصلش للمرحلة دي. ولكن هو رسميا ساعات ممكن يحصل، وهو من حقه ان هو يعمل كده. فالبديل بقى اللي هو ايه؟ البديل بقى اللي انتوا بتسمعوه في موضوع المناقشه بتبقى حاده، لو هو فعلا شايف الرساله دي يعني ما تستحقش ان هي تعدي، فبيبتدي يقسو عليها شويه، يبقى في كلام كتير، وهو شايف ان ده يعني رحمه ليك، بدل ما يلغي الرساله خالص، هو من حقه يلغيها. فيقسو عليك في مناقشه ساعه ساعتين قدام اهلك قدام الناس كلهم وتعدي، ولا يلغي لك الرساله بقى وابتدي يبدا من الاول. اكيد طبعا هو شايف ان هو كده رحيم بيك وعادي جدا. وفي نفس الوقت مش هناخد الجانب اللي هو السيء، اللي هو يعني ده من باب الغلاسه ولا الرخامه. ممكن هو فعلا بيتكلم من باب علمي، ان هو في حاجات لان هو خبرته اكتر يعني بيوجهك ليها، بينصحك بحاجات، فالكلام ده كله بيبقى مقبول. وكذلك اللي هي بقى النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هو الرحمه منه، ان هو يعني بدل ما يلغي الرساله خالص بيوجهك للتعديلات بتاعه الرساله بقى. بتاخد التعديلات كلها اللي اتقالت في خلال المناقشه واللي هما بيكتبوها لك بقى في النسخ، وتبتدي ترجع لرسالتك بقى وتعدل كل الكلام ده. واكاد اجزم ليك ان في بعض الحالات التعديلات دي ممكن تخليك تكتب حاجات من الاول وجديد حرفيا. يعني انت ممكن تكتشف مثلا رسالتك كانت 100 صفحه، بالتعديلات دي دخلت مثلا في 120 140 صفحه. ولكن التعديلات دي مطلوبه، لازم تتعمل، ولازم بعد ما بتخلصها بتاخد موافقه الدكاتره، بتديهم النسخ وتمام. اديت كل الكلام ده، تبتدي تعمل النسخ توديها اللي هي شؤون بقى الدراسات العليا في الجامعه، وشؤون الدراسات العليا بتوثقها وتاخد نسخ توديها للجامعات المختلفه، لان نسختك لازم تكون في جامعات مختلفه وتتوثق من المكاتب المركزيه وحاجات كتيره. يعني انا ممكن اكون نسيتها كمان، احنا بنتكلم ده من 2015 يعني 9 سنين، ففي حاجات كتيره ممكن انا اكون نسيتها في كل الكلام ده. يعني شوفوا التفاصيل دي كلها، وفي تفاصيل في التسجيل وفي المناقشه بقى، وبرده نفس الموافقات اللي هو يخش مجلس قسم ويتوافق منه يخش مجلس الكليه، ومن مجلس الكليه لمجلس الجامعه، ومجلس الجامعه يوافق عليه ويرجع الكلام ده للكليه، وتشوف بقى الموافقه جات لك خلاص من الجامعه نهائيا، تبقى انت كده حصلت على الشهاده رسميا، ويقدر يطلع لك اللي هي المستخلص، او يقدر يطلع لك الشهاده الرسميه ان انت حصلت على درجه الماجستير. انا النهارده موضوع الحلقه ان انا ازاي رحله الدكتوراه، ولكن احنا النهارده بنتكلم لسه المقدمه. رحله الدكتوراه ما ينفعش تخلو من رحله الماجستير، فده هيبقى الجزء الاول، وهنكمل الجزء الثاني بقى
الدخله بقى بتاعت الدكتوراه كانت عامله ازاي، وهل اختلفت ولا ما اختلفتش، وايه اللي حصل في خلال الرحله دي. فما تنساش تعمل سبسكرايب عشان توصلك الحلقه الجايه اول ما تنزل، وفي نفس الوقت تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي. وما تنساش تعمل لنا لايك، تابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد يتابع الحلقات الجايه. شكرا.